كلش من ساعة انقهرت عالسبالت. احنا قاعدين نتعشى وفجأة جت كهرباء كلش قوية، وعندي سبلت حبيبتي وعزيزتي وغاليتي وفرحتي وكل شي بدنياي. كعبات كلش حلوة، مو كعبات مربعات. المهم يتقطع وما يتفتفت. يا رب يا رب أشوفها أحلى دكتورة بعد عمري في دول قلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير وصحة وعافية ورزق ومحبة. اليوم عندنا حلا بسيط حبيت اشارككم، يعني اليوم تحياتنا ورا العشاء. سويت لهم هيك حلا خفيف بارد يرطب على القلب ويا الاجواء الحارة ويا الكهرباء المستمرة، فسويت لهم حلا بسيط حبيت اشاركه وياكم. هو حلا الكاستر، هو يعني بسيط ما يراده شي، بس حبيت يعني هيك بس أشاركه وياكم. هنا بنات المكونات شفتوها قدامكم، كاستر وبسكت وجلي وحليب. هنا أول ما بديت خليت خاشوقتين كاستر، والنوب راح أضيف خاشوقتين حليب، يعني هي هاي كمية قليلة سويت، إذا تحبون ضعفوها. من كل شي بنات 2 خاشوقتين حليب، خاشوقتين كاستر، ونص قلاص. شوفوا بنات هذا القلاص راح أقيس بيه الماي وأقيس بيه الشكر، نص قلاص شكر وكوب وهذا القلاص نفسه قلت لكم حطيت قلاصين ماي. لا خاشوقتين حليب، خاشوقتين كاستر، ونص قلاص شكر وقلاصين ماي. حركتهم هيك على البارد، وراح اضيفهم على هذا الهيتر احرك بيهم لحد ما يدخن. وانا ما ضفت منكهات ومطيبات، يعني شفت اكتفيت. ريحة الكاستر كلش حلوة، فإذا تحبون انتم ضيفوا نكهة الموز، نكهة البرتقال، نكهة الفراولة، أي شي عادي. هي هنا أنا بعد ما ضخن الكاستر راح أضيفن أصفط البسكت. بنات هم البسكت أي نوع عندكم، وخليت الكاستر شوي خفيف لأن البسكت ما شلون رطبته بحليب، كل مرة أرطب بحليب، هالمرة لا خليته هيك بس صفطته لأن سويت الكاستر خفيف. هنا أنا رقاوي يمي وقالت ماما أريد أساعدك، فتعرفون الزعاطيط حاطين روحهم بكل شي، بالصغيرة والكبيرة. قلت يلا بدام ما عندي شي وماكو شي يخوف، فقلت لها يلا صفطي وياي. هنا أنا بعد ما صفطت الطبقة الأولى خليت كاستر، يعني تكررون هاي الخطوات، يعني مرة مرتين، يعني كيفكم على راحتكم، 3 مرات 4. بعد ما ضفت الكاستر هسه أرجع أصفط البسكت وكاستر وبسكت وكاستر وبسكت، يعني تعرفونها بعد. هذا الحلا هم منزلته بقناتي. وبنات اللي هنا اللي وصل وياي اللي هنا يضيف لي لايك، يكتب لي تعليق من ايديكم الحلوة. ليش ما يعني تخلون لايكات كلش قليلة عندي بالفيديوهات، هو اللايك يعني صعد الفيديو، فلو سمحتوا لايك يعني ما يخسر شي، بس شوي يشجعني. هنا بنات بعد ما صفطت البسكت الطبقة الثانية راح أضيف كاستر، وهاي الطبقة الأخيرة بسكت وكاستر بسكت وكاستر، راح يشي هاي الطبقة الأخيرة. هم ما كثرت، يعني الكاستر أريده حد وحد، خليته هسه بالثلاجة يبرد. هنا أنا بعد على ما يبرد راح أسوي الطبقة الثانية مالت الجلي. عندي هذا الجلي ظرفين جلي، انتم هم النكهة تردون نكهة فراولة كرز. هنا أنا هذا الجلي مالتنا بنكهة التفاح يمكن والموز، وهم الكاسة هم بالتفاح والموز. هنا أنا ضفت علبتين، وضفت على كل علبة تحتاج قلاص من هذا الكبير ماي. وبنات الجلي لازم شوية فور الماي الحار لازم، لين على المود شوي يدخن. هنا على ما يدخن الجلي غسلت عندي شنو، عندي ماعين، عندي هاي تعرفون بعد نلعوسن، يعني قلاص خاشوقات تتجمع. فقلت ليش ظلان للصبح وأنا بإيدي واقفة على السنك أغسلهن، وهم مسحت السنك ونظفتي. هنا أنا بعد ما فار الجلي شو بنات شوية، يعني شلون تطلع هاي الوقافات مي عندي، يفور ويدخن ويصير لونه كلش حلو. وإذا تردون تضيفون عليه جلي، إذا ما سخ الجلي ضيفوا عليه هيك ربع قلاص شكر، بس هو هسه طعمه كلش حلو. هنا أنا بنات أنا كثرت الجلي، يعني أريد شوية خي أسويهم بالكاسات، والنص الثاني أضيفه على الكاستر. هم فرغت عندي هاي الكاسات، هيك سوت 6 هم قليل، يعني مو هو لا ترستهم كلش ولا يعني شوية وسط، سويتهم يعني على قدني. هسه النص الثاني بعد ما برد الكاستر والبسكت راح أفرخه فوقه، وهم أخليهم يبرد. هذا الحلا كلش حلو وطيب وبارد،
بنات شلون هالكهرباء يمكم؟ والله احنا كلش مو زينة، يعني كلش من ساعة انقهرت عالسبالت. احنا قاعدين نتعشى وفجأة جت كهرباء كلش قوية، وعندي سبلتين احترقن، عندي مال الغرفة مالتي ومالت غرفة البنات، عندي المطبخ ما بي سبلت، والديوانية هم ما يشتغل سبلتها، بعودك هدن شوي فايداتني. النوب ليش ما احترقن؟ جتهم كهرباء كلش قوية واحترقن وانقهريت. شلون بالله وكل شي لا السبلتين حارة، وعلى ما اجا برقاو بالليل يعني فرفرنا من الحر، هيج حالة يعني يرثى لها. النوب اخطي اجا برقاو بالليل وجاب المصلح بالليل يلا هودني، يعني حس الدنيا كلش حارة والسبالت يعني قوة يشتغلن، النوب ينطفن، فكش ولا سبالت كش ولا كهرباء. اخطي الله يعيني ذول يشتغلون بالحر. بعد يلا الحمد لله والشكر على كل حال. هنا بنات شوف الجلي خليته بالثلاجة برد، بس برد الصك يعني هيك نص ساعة. هسه راح اقطع، شوف شلون يعني قطع يتقطع مكعبات كلش حلوة، مكعبات مربعات المهم يتقطع وما يتفتفت عندكم. شوفوا صاك وبارد منعش. يلا بنات القريبة تتفضل والبعيدة سهمها ألف عافية. بس شوفوا لي شلون حلو شكله وحتى طعمه كلش طيب، يتقطع مكعبات ولا متفتفت ولا لين ولا فشي، يعني كلش حلو. جربوه إن شاء الله يعجبكم. وهاي شاركت تعلولتنا لورا العشاء وياكم هيك مقتطفات، وراح أشارك عيد ميلاد رقا وياكم. يوم ثاني رحنا لأهلي وخطية بنت أختي تريد تسوي لبنتها عيد ميلاد، وقلت لها إحنا وياك فد مرة على الواهس، لأن خطية عيد ميلاد رقا بشهر الخامس، وقلت خطية يعني هم هدية عيد نجاحها ومنا عيد ميلادها، فقلت خطية أشارك ويا بنت أختي العيد ميلاد. هنا يوم ثاني رحنا بناتي بالباصات، تعرفون هاي يا منطقة كتبونا بالتعليقات. هنا يعني هاي الحفلة ما مخططة لها هيك، يا سبحان الله اجت فيت وعدل يعني، ومن كل شي مضبوطة يعني. هاي هيك شغلات ما مخططي لها ولا حاسبين حسابها، يعني كلش حلوة تصير. ومثل ما يقول على نياتكم ترزقون. هنا هاي جهزنا العصير، وخطية أمي سوت لنا عصير مشمش، وجبت كيكة الرقاوي وكيكة الفطمة بالتختي، هم رادوها بالكاكاو وهيك بالشوكولاتة وإحنا ردناها بالفانيلي، وكانت الكيكة كلش حلوة والله، طعمها طيب ولا غلطة وتازة، يعني مبين مسويها هيك يعني مخصوص بس إني يا سبحان الله. وهنا أنا أقول لبنيتي وحبيبتي وعزيزتي وغاليتي وفرحتي وكل شي بدنياتي، كل عام وهي بألف خير وصحة وسلامة يا رب. يا رب أشوفها أحلى دكتورة بعد عمري في دول قلبها. هيك يعني حفلة بسيطة خطية نفرح بها الجهال، نغير الأجواء. ولا هي خطية إجت العطلة وراح تخلص وكل شي لا طلعناهم لا ونسناهم. يلا الحمد لله والشكر، هيك أجواء خطية يفرحون بيها. وإذا فرحتوا يعني تونستوا بالفيديو لا تنسون بنات اللايك وتعليق من إيديكم الحلوة، وأهم شي شاهدوني الفيديو للنهاية إن شاء الله يعجبكم. ومع ألف سلامة. ودلوعتي ذي قطع مني بنيتي، جيتي من الله يا قمر نورتي والله دنيتي. يا قمر نورتي والله دنيتي. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday قمر, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy